لا تستعجل وتشتري طيارة خاصة خصوصا بالوقت الحالي، لأنه ما زالت مشكلة حاملة الحقائب مستمرة، ولكن إن شاء الله راح أبلغكم أول ما يحلون هذه المشكلة، لأن السيستم معلق وممكن تصدم في طيارتك. حاليا أنصحكم بطيارة إمبرر فينوم 300. هذه الطيارة اللي فيه منها 4 أو 6 ركاب فقط، فممكن أنك تاخذ الحقائب تبعك جنب الكرسي، وهذا الشيء راح يحميها من التلف. أيضا سعرها ما يتخطى ال 14 مليون ونص دولار فقط. حاليا المصنع أعلن عن توفر 65 طائرة، فهذه فرصة ذهبية أنكم تقتنون واحدة منها، وفي أيضا تقدرون تدفعونها على 4 دفعات. استغلوا الفرصة، تواصلوا معاهم، وإن شاء الله أول ما تنحل مشكلة حملة الحقائب راح أبلغكم. موفقين يا رب. شوف بصراحة يعني اليوم أحد، لو ما اليوم أحد كنت رايح أروح أشتري طيارة خاصة، بس منيح اللي شفت الفيديو تبعك. طيب يا أخي حلوا لنا هي مشكلة تبع الشنط، لأني والله بصراحة يعني شنطايتي شوف ما يعني طلعوا ما بعرف وين بدي أحطها وتعبط هي طيارتي الخاصة، في مشاكل. حلوا لنا وبعدين سعرها بسيط يعني. هي الامبرر 300 ما بعرف 14 مليون يورو ونص، عادي مو مشكلة السعر أخي، بس يعني حلوا لنا مشكلة هي حاملة الشنط. جزاك الله خير بصراحة. يعني أنا شوف بدي أطول بالي بس مشانك لأني أنا ما بقدر بلا الطيارة الخاصة ما بقدر. بتعرف أنت واحد بده يطلع معقولة لك يعني اعتبرك يعني أحط الشنطة جنبي على الكرسي؟ لا والله حلوا لنا هذا السيستم، يعني قريبا إن شاء الله بدها تنحل مشكلته. ايوه لا ومشان التوسيط انا ما راح اخذ توسيط، خلص بدفع حقه كاشية كلها 14 مليون، ما بتحرز لا على 4 دفعات ولا على دفعتين. مشكور اخوي مشكور، الفيديو تبعك كتير عجبني وفادنا.